اوعى تسأل حد انت عمرك كام، لان احنا بنكبر وبنصغر على حسب الظروف. اطفال مع اللي بنحبهم، وشباب مع اللي بنتمناهم، وعواجيز لو الدنيا ضاقت بينا. وعلشان كده ما تسألش حد انت عمرك كام، لانه مش هيفيدك. احنا بنكبر بالظروف اللي بنعيشها والناس العزاز اللي بتروح مننا. في مواقف بتخلي عقولنا تكبر، وفي مواقف بتخلي قلوبنا تشيب. انا شيري اللي شعرها دايما خليكي في فرحتك وعلينا فرش شقتك. جاهزين بقى دلوقتي نعمل روتين مع بعض واحنا بنفرش دولاب العروسة؟ انا عن نفسي جاهزة، يلا نقول بسم الله. صليتوا بينا على النبي يا ولاد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. فيديو من اللي انتوا بتطلبوه واللي كتير منكم عندي بيحبوه. النهارده هنعمل روتين واحنا بنفرش دولاب اطفال عروسة اكتوبر. وعايزه اقول لكم ان احنا كمان في الفيديو هندردش مع بعض عن حاجات تخص جهاز العروسه. تعالوا كده نبدا على طول وما نضيعش وقت. الاول اوريكم الاوضه كان شكلها عامل ازاي، وبصراحه العروسه كانت منظمه جدا، حاطه كل المفروشات زي ما قلت لها في اوضه الاطفال. وزي ما انتم شايفين كده الدنيا حواليها نظيفه جدا، بس يعني ما يضرش لو احنا خدنا كده الدولاب مسحه على السريع بالبليتش. بصوا انا لما بمسح الدواليب او الخشب بالبليتش بحس كده ان الدنيا نطفت يعني، وكمان بيدي لمعه حلوه. هنبتدي نقطع المفارش. انا بقطع المفارش كلها بتاعه الدولاب مره واحده، وبعد كده ببتدي شغل. يعني بحضر الشغل وبعد كده ايه اخش بقى في الجد على طول. تمام. بصوا انتوا ممكن تطلعوا الرف وتقيسوا تقيسوا المفرش من بره، وممكن تقيسوه من جوه اللي يريحكم. وطبعا لو قستي المفرش ومعاكي حد هيبقى اسهل لك بكتير، لكن لو انتي مش عارفه ومش معاكي حد يبقى طلعي الرف وقيسي من بره وقصي من بره زي ما بعمل لكم في معظم فيديوهاتي. خلاص خلصنا اساسيات الشغل، تعالوا بقى نخش على التطبيق ونشوف الدنيا كانت ماشيه ازاي. تقريبا انا عندي في القناه 1500 فيديو عن ازاي تطبقي الملايات بتاعتك. بس للناس اللي اول مره تشوفني وما شافوش شيري والفيديو كده وقع عندهم بالصدفه، عايزه اقول لكم لو دخلت جوه هتلاقوا ايه، ابداع لفرش شغل العرايس. بس المهم هنطبق مع بعض دلوقتي كده ملايه عشان اوريكم. طبعا بمقاس الاسطمبه وتظبطي التطبيقه بتاعتك. يا بنات في ناس كتيره بتسالني لغايه دلوقتي على مقاس الاسطمبه. بصوا انا عامله فيديوهات كتيره ويمكن اسيب لكم لينك فيديو، ده اول فيديو انا كنت عاملاه، كنت شارحه بالتفصيل الممل تطلعوا مقاس الاسطمبه ازاي وتقصيها ازاي، وبصوا كان بالتفصيل الممل. بس عشان ما نطولش في الفيديو ده فاسيب لكم اللينك بتاعه في اول تعليق مثبت. شايفين انا مطبقه كل الملايات مسطره. طبعا طبقنا كل الملايات وفردنا كل الفوط، بحب افرد كل الفوط قدامي علشان ابقى بكون شايفه شكلها. بصوا يا بنات بقى، انا يعني حسيت ان الفوط بتاعت العروسه ما شاء الله ما شاء الله خامتها كانت عاليه جدا، وكان فيها كده شغل رقيق تحس ان هو شغل تركي كده. بصوا حاجات سيمبل قوي وبسيطه، بس عايزه تتبرز يعني، عايزه تبان. لو انا طبقت مثلا تطبيقه اللي هي التورتايه او التطبيقه العاديه او وسعت التطبيقه مش هيبان جمالها. والعروسه كده كده اصلا ما كانتش عايزه شغل في الدولاب، هي كانت عايزه تطبيقه سهله وبسيطه تكون معاها في الاستخدام. فاقترحت عليها ايه رايك لو طبقناها تطبيقه سهله كده وحطيناها وبرزنا كل الاشكال اللي موجوده في الفوط؟ فقالت لي مفيش مشكله. فطبقتها لها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خدنا جزء منهم اللي هم فيهم اشكال تحسوا انها بارزه مزينه نفسها بنفسها اصلا، وقمنا مطبقناهم بالشكل ده. بصوا يا بنات، للرص وللتطبيق وللشغلانه دي هي مش فرد عضلات، مش ان انا احسن منك وان انتي احسن مني وان انا بصوا مطلعه ايه. الموضوع وما فيه ان احنا رايحين للعروسه نكمل فرحتها. فعلى حسب ذوق العروسه انا بشتغل. في عروسه تانية بحس من الالوانات اللي هي جايباها والحاجات اللي هي جايباها ان هي عايزه شكل كتير في الدولاب، وهم دي فرحتهم وهي دي طريقه انبساطهم. فهتلاقوا عندي في دواليب الاتنين مش شبه بعض، رصة نيش مش شبه التانية خالص، لان دي عروسه بحاجات واعداد معينه وبذوق معين، ودي عروسه باعداد وبذوق معين غير التاني خالص. كنت الاول بتشبث واقول لا، ان العروسه ما تبقاش واقفه وان انا اطبق بطريقتي وان انا هي دي شغلانتي، وان هي جايباني ليه لما هي عايزه تعمل كده ما تخش تعمل. فكانت حساباتي كلها غلط، انا رايحه اكمل فرحه العروسه. فانا بيبقى عندي اكتر من شكل واكتر من ستايل في الدولاب، فاللي العروسه عايزاه انا بعمله لها. وبعدين بيبقى باين من اختيارات العروسه بالنسبه لالوانات الفوط، بالنسبه لاشكال الفوط، دي نعمل هنا ايه ودي نعمل هنا ايه وهكذا. المهم يا بنات طبعا برست لها الجزء اللي هو كان موجود فيه الاشكال. بصراحه استحرمت ان احنا نداريهم باي رسمه تاني او باي شكل تاني، فحبيت ان انا ابرزهم واخليهم كده تطبيقه سهله وتستخدمهم في الاول علشان تستمتع بيهم. ودول بقى كانت الميزه اللي فيهم ان الواناتهم كانت
حلوه، يعني الواناتهم كده تحسوا انها ايه، بارزه. فكنت عايزه ابرز الالوان اكتر واكتر، ادخل الالوان في بعضها وابرزهم اكتر واكتر. ما كانش فيهم رسمه مميزه، لا كانت الواناتهم هي اللي مميزه بس خامتهم حلوه جدا. فقلت ادخلهم كده جوه بعض واعمل بيهم شكل من فوق، علشان طبعا هي في السحب في التطبيقه دي هتبقى صعبه بالنسبه لها. فده الرف اللي اعتمدت عليه ان هو يكون ديكور بالنسبه لها. انا بالنسبه لي الفوط كلها بتاعت العروسه ما تبقاش ديكور، يعني لا في كده تطبيقه معينه، حتى لو ما اتفقناش مع بعض بقعد اقنعها ان انت الدولاب ده هتستخدميه، انت مش جايباه ديكور وخلاص. الدولاب بتاعك هتستخدميه، انت عروسه جايبه الحاجه عشان تستمتعي بيها، مش في الاخر هحط لك 6 فوط في قلب درج من الكومودين وتقوم هم دول تسحبيهم. ما تبقيش جايبه يعني 100 فوطه وتستخدمي 6 بس، لا استمتعي بقى بحاجتك، طالما جبتي اعاده يبقى استمتعي بحاجتك. تمام يا بنات. كمان العلبه دي حسيتها انها نفس الفكره، ان الواناتها هي اللي كانت مميزه فيها. فحاولت ان انا ابرز الالوان، ما رضيتش بقى ادخلهم ضفيره جوه بعض، قلنا نغير وكمان الرصه تكون اهدى شويه من الضفيره. طبعا علب الفوط بتاعه الاطفال اخرنا ان احنا بنستخدمها للتزيين، يعني تزيين حاجات بسيطه. فحاولوا يا بنات ما تكتروش منها، هي علبه واحده اللي تجيبيها. طب يا شيري احنا نجيب كام اصلا فوطه، يعني كام فوطه نجيبها بالمره كده نقول عشان العرايس اللي بتتفرج علينا تستفاد برضو. كتير قوي بيسالوني انا دولابي اجيب فيه قد ايه، ابدا بقد ايه. حاولي انك انتي ما تكتريش في الفوط، وسيبي بقى الرصه دي علينا احنا. يعني لو انا مثلا هاجي افرش لك او اي حد تاني من الناس اللي بتفرش هتيجي تفرش لك، هتقدر تظبط لك الدولاب. وبعدين خلي بالك ان انت عندك فئات كتيره قوي، انت عندك فوط وعندك ملايات وعندك لحافه وعندك بطاطين. احنا ساعات ما بنلاقيش مكان لعرايس بنحط تحت السرير وفوق الدولاب. لما انت بتقولي مثلا انا هجيب دوله بس هي من الدولاب، خلي بالك ان انت عندك فئات تانية كتيره هتحطيها داخل الدولاب. في هدومك، في هدوم الشتوي والصيفي والبيت والخروج، في شنط، في حاجات تانية ممكن تتحط كتير في الدولاب، في ضرفه لجوزك لازم تتساب. فوانتي بتشتري اي بند من بنود جهازك راعي ان انت عندك كل الحاجات دي هتتحط في الدولاب. الدولاب بتاعك مش مجرد فوطه بس. انا نفسي يعني نغير الواقع اللي احنا عايشين فيه، والله العظيم. المهم خلينا في اللي احنا فيه. اول رف من فوق زي ما انتم شايفين كده برست لها الالوان لانها مش هتستخدمهم في الاول، وعملت لها كده بس شكل بسيط برضو تقدر انها تسحب منه. والفوط المميزه برسوماتها باشكالها رصتها لها رصه عاديه خالص كاني بطبق هدوم ورصتها، بس برضو طلع في الاخر شكلها حلو زي ما انتم شايفين. فوط الاطفال زي ما انا قلت لكم هي الميزه بتاعتها في الاخر ان احنا بنزين بيها، لكن انت بتستخدميهاش في الاول خالص. رصيت الفوط لان العروسه كان عندها سرير واحد، فكنت عايزه يعني الم زحمه واخلص الفوط عشان افضي مكان ليا اطبق فيه. اللحفه بقى بصوا يا بنات، لو انت هتفرشي لنفسك ما تعمليش زيي. انا عارفه الكميه اللي قدامي انها هتيجي في الضرفه، عارفه عمق الدولاب ان التطبيقه دي هتيجي في الرف. ساعات عمق الدولاب بتاع عروسه بيبقى صغير جدا، فالتطبيقه دي ما تخشش فيه. لو بصي عملتي قرد ما تخشش فيه، لازم تخش مثلا وهي واقفه او حاجه معينه. تمام. لكن دي اللي انا بعمله لان انا عارفه ان دول هيجوا. بيجي الكلام ده مع الخبره، الناس اللي لسه اول مره تشتغل بتيجي الحاجات دي كلها بتيجي مع الخبره، يعني مع انك انت خلاص فاهمه ان الكميه دي هتيجي في الدولاب، التطبيقه دي هتيجي في الرف ده، دول فوق بعض الاتنين مع بعض هيجوا. فاهمين قصدي؟ فلو انت تفرشي لنفسك او انت لسه بتشتغلي، لا طبقي حاجه حاجه وحطيها في الدولاب، يعني حته حته طبقيها وحطيها في الدولاب. ممكن مقاسها ما يجيش، فبدل ما تبقي ماشيه على تطبيقه معينه وعلى مقاس معين وتلاقي في الاخر ان انت بتبداي تفكي ده كله لانه مش جاي مقاسه على مقاس الدولاب. تمام يا بنات. فانا بقى يعني بلف كل حاجه قصادي وبعد كده ببتدي ان انا ارص. مع الوقت لو انت بتشتغلي مثلا في الشغلانه دي يعني هيبقى بالنسبه لك الموضوع سهل وبسيط. تمام. حاولت بقى ان انا ايه، يعني هي كانت عايزه حاجات سيمبل قوي وبسيطه، ما كانش اصلا ما كانتش عايزه تلف اصلا شرايط ستان، قالت لي اعملهم لي بدبابيس بس كده. انا مش بحب جو شرايط الستان، فقلت لها لا انا معايا شريط كتان كده، حاجه على كتان، فالف لك بيها. فلفيت بيها فعجبها جدا جدا وكان شكله سيمبل قوي وبسيط ورقيق. تمام يا بنات. في عرايس تانية لا بيبقوا عايزين الشريط العريض وفيونكه وكده، فبيبقى بصوا كل حد على حسب ذوقه. تعالوا كده نتكلم كمان يا بنات على الاعداد. لو انت عروسه حاولوا ما تبالغوش في الاعداد، صدقيني والله. انت يعني لو هنتكلم مثلا على البطاطين، احنا لو هنحسب الشتاء كله عندنا، فالشتاء كله اوله على اخره تقريبا ما بيكملش عندنا يا ستي 4 شهور. فانتي مش هتستخدمي كل الكميات البطاطين اللي انتي بتجيبيها. طبعا اللي جاب خلاص، لكن احنا بنتكلم في ظل الظروف اللي احنا فيها دي. لا حاولي لم الدنيا وما تزعليش ان انتي لما الدنيا، بالعكس
ده انت عندك ميزه كبيره ان مش هيبقى عندك كركبه، مش هيبقى عندك زحمه، هيبقى عندك انك انت ممكن بعد سنتين 3 تبقي عايزه تغيري فتشتري، لا مش هتحسي بالذنب ان انت عندك حاجات كتيره مركونه في الدولاب. فلو هنتكلم على البطاطين، هاتي بطانيه واحده ولحافين، او لحاف وبطانيتين، اللي يريحك بقى. انت بتحبي اللحافه اكتر ولا البطاطين اكتر؟ ما تروحيش تجيبي 5 6 بطاطين اللي هي الاوزان التقيله قوي دي، اللي انت هيبقى صعب اصلا تستخدميها وتستغطي بيها وتعملي بيها كل حاجه. لا، حاولي تجيبي حاجه تكون خامتها حلوه جدا. طبعا احسن بطاطين هي مورا، في منها انواع كتيره جدا. لو انت مقرره انك تجيبي بطانيتين، هاتي منها نوع يكون حنين سعره شويه، يعني تبقى خفيفه كده 3 كيلو. في انواع تانية بتبقى عامله اصلا زي المفرش، فدي ممكن تجيبيها. وعايزه اقولك لو جبتي البطانيه اللي هي اللي عامله زي المفرش دي، ما تجيبيش بقى مفرش القطيفه تماما. انا عايزاكي اصلا تلغي فكره المفرش القطيفه دي من حياتك يعني. عفوا. فاهمين يا بنات؟ هنجيب كوفرته قطيفه علشان خاطر الخريف والشتاء وبدايه الشتاء. وهنجيب الملايه اللي هي الكوفرته بقى الصيفي اللي هي القطن. في دلوقتي نازل طبعا الملايات اللي هي معاها الكوفرتيات اللي هي عامله ماتشنج مع بعض، دي جيبوها وكتروا منها شويه. يعني لو انت مقرره انك تجيبي 12 ملايه، خلي منهم 4 ملايه بالكوفرت، هينفعوكي جدا في الصيف. هتحسي ان انت بتغيري وهتستخدميهم كتير في الصيف، والصيف عندنا اطول، ممكن تخليهم 6 و6 قطقم عاديين، دول يكونوا للشتاء. او لو مثلا هتحطي تحتيهم اي مفرش شكل معين، او تحتيهم اي حاجه بطانيه. بس الفكره ان احنا ما نكترش عن 12 ملايه. لحافه الاطفال، هاتي لحاف واحد مش اكتر من كده. بلاش تجيبي بقى المفرش القطيفه، ملهوش لازمه يا بنات. ممكن تبدلي المفرش القطيفه بانك تجيبي دفايتين. في دفايات بتبقى نازله شكلها حلو جدا. وممكن تجيبي برضو الملايه بالكوفرته بتاعه الاطفال، ممكن تجيبي منهم 2. وممكن تجيبي 3 ملايات تاني اللي هم دبل يعني. وخلاص على كده وخلصت، واعدادك هتبقى مظبوطه 100%. طبعا انا كل الحاف يعني برولو. طبعا انا ببقى ضم الرله جامده جدا عشان ما يفكش، وببقى ربطاه بدبابيس وبشريط ساتين. في حاجات بحس انها مش هتفك، فما بربطهاش بدبوس يعني، بربطها على طول بشريط ساتين. طبعا الدفايه بخليها لوحدها عشان اعمل بيها شكل، لان انا عارفه ان هي هتيجي. وساعات هي ممكن تبقى عايزه تفرش الدفايه بس مش عايزه تفرش الملايه يعني، اللحاف يعني، فمخليها لها كل حاجه لوحدها. هنيجي بقى هنا كده هنرص الملايات. طبعا انا فرست لها الملايات وخليت لها الملايات الفاتحه كلها تبقى من فوق. وفي ملايات عندها هي كده كانت جايباها الواناتها غامقه شويه، كحلي ونبيتي والتفاصيل دي. قلت اخليهم مع بعض علشان اعمل بيهم جنبهم، احط جنبهم الكوفرته الفاتحه، فيعملوا ماتشن كده مع بعض، ما تبقاش ايه فاتح في غامق فتحسي ان زيتة الوان. لا يعني حاولت ان انا اخلي الفواتح مع بعضها. وهنا خليت اللي هي الالوانات تحسوا ان هي قريبه من بعضها مع بعض، يعني الفوشيا في كحلي، كروهات في احمر، كروهات فوق، كحلي في احمر، عشان تبقى الالوانات ماشيه مع بعض زي ما انتم شايفين كده يا بنات. وخليت جنبها هنا اللي هو المفرش الكوفرته ديت. هي مفرش سوفت وكوفرته ابيض، وعملت لها كده فيونكه بالشريط بالكيس الخداديه بتاعها عشان يعملوا ماتشنج مع بعض والدنيا ما تبقاش زحمه. وهنا تحت بقى حاولت ان انا احط لها الحاجات بتاعه الاطفال مع بعضها، بس برضو خدت حاجات من الاطفال هناك يعني. تمام. وقمت حاطه لها هنا كده الحاجه. وقمت منزله لها كده كيس خداديه عشان يدي شكل. عفوا يا بنات، وادعوا لي عشان البرد هيموتني. طبعا انا هنا حطيت لها، بصوا الشرايط بسيطه جدا ورقيقه جدا. هنيجي عند الضرفه الثانيه، هي برضو عباره عن شماعه. حطيت لها البطاطين من تحت لان احنا داخل علينا صيف، فهي مش هتستخدم البطاطين اصلا في الاول. وحطيت لها اللحاف، اكتر لحاف هي ممكن تستخدمه اليومين دول يعني. حطيته لها كده اهو من فوق، وحطيت لها بس الدفايات بتاعه اللحافه على الجنب عشان تكسر عندي الحاجات الساده اللي انا حطاها ورا بعض. ادي الشريط يا بنات اللي انا بقول لكم عليه. وقمت حاطه لها كده ورده بسيطه جدا، يعني بصوا ماشيه مع اللون، لان هي اصلا ولا كانت عايزه فيونكات ولا اي حاجه. فقلت لها طب احط لك ورده صغيره، والحمد لله انها اقتنعت. تعالوا افكركم كده الاوضه كان شكلها عامل ازاي، وفي وقت قياسي، في وقت يعني قليل جدا، الحمد لله قدرنا ان احنا نخلي الاوضه بالشكل دوت. بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يهنيها بكل شبر موجود في شقتها. الواناتها كلها متناسقه، مش لازم تجيبوا اوضه الاطفال كامله لو ما عندكوش مساحه. كانت عقليتها عجباني جدا انها جايبه الحاجات على القد، الالوانات هاديه وبسيطه وسيمبل، حاجتها على القد. يعني انا مش شايفاها انها مبالغه في الاعداد، بس جايبه الخامات عاليه جدا. الفوق كانت خامتها عاليه جدا، وكل حاجه كانت موجوده خامتها عاليه جدا تعيش معاها، يعني مش مبالغه في الكميات، وجايبه حاجات
خامتها مش قد كده، لا. وده العقل، عين العقل يا بنات. يا ريت كل البنات تمشي بنفس الستايل دوت. طبعا ده دولاب الاطفال اللي فيه كل الملايات والفوط والمفروشات. الدولاب الكبير اللي جوه كان فيه كل الهدوم بتاعتها وبتاعت جوزها، وشال معانا الصيفي والشتوي والهدوم العريس الصيفي والشتوي. فده الاحسن، يعني انك انت تخلي كل المفروشات في دولاب اوضه الاطفال. ولو جالك بيبي بعد كده تقدري انك انت تفضي رف او رفين، يعني ممكن التطبيقه تضيق جنب بعضها والدنيا تتظبط وتشيل رف او رفين للبيبي. يا رب يكون الرص عجبتكم. ما تنسوش بقى دعوه حلوه للعروسه في التعليقات، وتدعوا لي انا كمان دعوه حلوه. يا رب ولكم بالمثل. ودلوقتي